وصفتنا النهارده هي كيكة البرتقال، من اكتر الوصفات اللي بحب اعملها في الشتاء. طبعا كلنا بنستنى الشتاء عشان نعمل كيكة البرتقال، طعمها حلو وكل الناس بتحبها. احلى حاجه ان تتعمل كلها في الخلاط. اول حاجه معايا 3 بيضات درجه حراره المطبخ، ونص كوبايه زيت نباتي، انا بستخدم زيت ذره او زيت عباد شمس. بعد كده كوبايه سكر. اي برتقانيه بقشرها جربيها وبجد مش هتحسي بفرق خالص انك تعملي عصير برتقال وتبشر قشر، هي نفس النتيجه. كمان هضيف عليها نص معلقه صغيره فانيليا ونص معلقه صغيره خل. الخل بيفرق جدا في لون الكيك وكمان بيخليها هشه قوي. وهنضرب كل المكونات دي كويس مع بعض في الخلاط. بعد كده هجيب المكونات الجافه وهي عباره عن كوبايه ونص دقيق وعليهم رشه ملح، وطبعا داخلين دي ده كويس جدا. بعد كده هننزل عليهم بالخليط السائل ونقلبهم، مش هنقلب كتير علشان مش عايزه الجلوتين اللي في قلب الدقيق ينشط ويخلي لي الكيكه ناشفه. ولو حسيتي ان الخليط تقيل شويه تقدري تخففيه، بيختلف من نوع دقيق للتاني. بعد كده معايا صينيه ودهناها كده دهنه زيت، وهنزل بالخليط بتاعي في قلب الصينيه. هي الصينيه دي كبيره شويه، تقدري تحطيها في صينيه اصغر فهتبقى ارتفاعها اعلى. بعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 180 مسخن مسبقا على رافل في النص، تقريبا بتقعد من 40 ل 45 دقيقه على حسب حجم الصينيه بتاعتك. هتختبريها هتلاقي الخله طلعت معاكي نظيفه، يبقى كده الكيكه استوت. هتطلعيها على طول، طبعا تسيبيها تبرد قبل ما تقطعيها. شايفين قد ايه لونها حلو، طعمها حلو جدا، ما خدتش وقت كتير. شايفين هشه ازاي، عامله زي الاسفنجه بالظبط. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.